السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة ناجتس الشركات بطريقة سهلة قوي، وهنضاعف الكمية بشوية إضافات بسيطة متوفرة عندنا، يعني اقتصادي وموفر جدا. يعني من نص كيلو بانيه هنعمل كمية كبيرة هتكفي معانا لكذا وجبة وتغطي معاك الشهر كله، وتقدري تفرزيها وتطلعي منها وقت ما تحتاجي تاكلي منها. بصراحة طعمه وريحته وقرمشته خطيرة، وأحلى وأوفر من أي ناجتس كلتوه قبل كده. يلا بينا نشوف الطريقة. حط لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا صدر فرخة وزنه 500 جرام، وفي وصفة النهاردة ما تلتزميش قوي بالجرامات، يعني تقدري تعملي أي كمية انت عايزاها. في الأول غسلتها كويس جدا وقطعتها لمكعبات صغيرة علشان يكون فرمها سهل، وهنفرمها في الكبة فرم ناعم جدا. ولو مش عند الكبة افرميها في مطحنة الخلاط عادي جدا، ومن وقت للتاني نزلي الجوانب علشان تنفرم مع بعضها كويس، ولازم توصل للنعومة اللي انت شايفاها دي، ناعمة زي العجينة. ومعايا 3 حبات من البطاطس بحجم وسط وزنهم 300 جرام، وممكن تزودها عن كده لو انت عايزة. سلقتهم بقشرهم في الأول وبعدين قشرتهم بعد السلق، كده بتضمني انها ما تشربش مية اثناء السلق. وهرستها هرس ناعم جدا، ونزلت بيها على الفراخ اللي احنا فرمينها، وضفت عليهم بيضة بتساعد على تماسك الناجتس وما يفكش منك ابدا. وضفت عليهم معلقتين كبار من البقسماط الناعم 40 جرام، ومعلقة كبيرة من النشا 15 جرام، وكمان معلقة كبيرة هرمية من الدقيق 25 جرام. وفايدة النشا والدقيق إنهم بيمتصوا أي سوائل موجودة، وكمان مش بيخلوا الفراخ إنها تكش معاكي أثناء التسوية. وضفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر 10 جرام، بيخلي الناجتس هش من جواه ومش معجن أو مكتوم. ونزلت بالتوابل اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح والثوم البودر والبصل البودر وتوابل لحمة أو فراخ، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وضفت كيس من خلطة البرجر ضفته بعد كده عادي، وده إضافته اختياري، حابة تضيفيه تمام، لو مش حابة فده براحتك. وخلطتهم مع بعض ضربة سريعة جدا، وتقدري تعملي الخطوة دي بإيديكي، مش شرط تخلطيهم في الكبة. معايا صاج مقاس 30 في 40، في الأول دهنته بالزيت كويس جدا، وهنفرد فيه كيس تلاجة ونسويه كويس. وضروري إنك تدهني الكيس بشوية من الزيت كويسين علشان عجينة الناجتس متلزقش فيه، بس المقطع ده مجاش في التصوير. ونزلت بعجينة الناجتس في الصينية، وهنجيب الاسباتولا أو بإيدينا وهنفرده كويس جدا، وتكوني دهنة الاسباتولا بالزيت علشان تعرفي توزعي بيها كويس وما تلزقش منك. وهنجيب كيس تاني وبرده دهناه بشوية من الزيت، وهنحطه ونحاول نسويها أكتر. أهم حاجة إنه يكون بسمك واحد، يعني مش عايزين حتة تخينة وحتة رفيعة. أنا فردته بسمك وسط علشان تكون القطعة لا سميكة قوي ولا رفيعة قوي، انت بقى افرديه بالسمك اللي انت عايزاه. وعلشان أظبط سمكه أكتر بالنشابة ونروح ونيجي عليه بالشكل ده، هيكون وشه ناعم وسمكه مظبوط أكتر. وبالسكينة أو بالقطاعة وهنقطعه على شكل شرايح أو أصابع بالشكل ده، وتقدري تقطعيه بالحجم وبالعرض اللي انت عايزاه. يعني ممكن تقطعيه لأصابع رفيعة أو بشكل مربعات أو مستطيلات، يعني الشكل والحجم المناسب ليكي. أنا قطعته بالشكل ده كده، ورجعت قسمته على 3، وده حجم مناسب جدا، وعملت منه كمية كبيرة قوي. وبعد ما بنقطعه هنغطيه بكيسة بلاستيك كنت دهنها برضو بمسحة زيت علشان ما تلزقش فيه وما يكونش تلج على السطح بتاعه. وهناخدها وهندخلها الفريزر أو المجمد مدة ما تقلش عن 4 أو 6 ساعات، والأفضل ليلة كاملة علشان تكون القطعة ماسكة نفسها أكتر. وهنعمل كمية منه على شكل برجر، الأولاد هيفرحوا بيه جدا. جبت غطا برطمان وحطيت فيه قطعة من كيس تلاجة مدهونة بالزيت، ووزعت حوالي معلقة كبيرة من عجينة الناجتس، وهنفرده بالشكل ده، وهيكون شكله وحجمه روعة. ودي كفكرة تانية ممكن تعمليها للناجتس. وبعد ما بنخلص تشكيله بناخده وندخله برضو على الفريزر، لازم يتجمد كويس جدا. أنا كنت عاملاه من بالليل، وده كان تاني يوم الصبح. قبل ما نخرجه من الفريزر نحضر خلطة التغليف، يعني الكفر اللي هنغطي بيه الناجتس. معايا كوباية من الدقيق الأبيض، وممكن دقيق ذرة، فده على حسب ما انت عايزة. ضفت عليها التوابل، نفس التوابل اللي كنا ضايفينها على الفراخ في الأول، ملح وفلفل أسود وتوم باودر وبصل باودر. وضروري انك تضيفي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بتخليه هش من جواه كده ومفرغ مش مكتوم. وبنقلب الدقيق مع البهارات اللي حطيناها،
وبعدين ننزل عليهم بكوباية ونص من المية، والأفضل إنها تكون مية ساقعة، وبنقلب لحد ما نخلطهم كويس جدا، ويكون بالقوام ده قوام وسط، لا تقيل زي العجينة ولا خفيف زي المية. ومعايا حوالي 300 جرام من الكريسبي، بنجيبه من عند العطار، هو بيكون خشن بالشكل ده، فبناخده ونطحنه في الكبة فرم وسط، لا يكون خشن قوي ولا ناعم قوي. وخرجت الناجتس من الفريزر، وهنحاول نعيد على التقطيع بتاعه مرة تانية. ولو لقيتيه لسه جامد زيادة عن اللزوم ومش قادرة تقطعيه، سيبيه دقيقتين أو 3 هتلاقيه بقى أسهل. اوعي تسيبيه وقت أطول علشان ما يفك زيادة عن اللزوم، احنا عايزينه مجمد زي ما هو. وبنخرج كل قطعة بكل سهولة، وما شاء الله حجم القطعة وسمكها مظبوط جدا. ومش هنفكك الكمية كلها مرة واحدة، أنا هفكك بس كمية صغيرة منه، يعني حوالي 5 وحدات ب5 وحدات، علشان ما يفكش ويفضل مجمد زي ما هو. وباقي الكمية دخليه الفريزر مرة تانية، وتخرجيه وقت ما تكون هتاخدي منه، وتغمسي كل قطعة في الخليط السائل، وبعدين نحطها في الكريسبي ونغلفها من كل الجوانب بالشكل ده. وبأكد عليكي انك تغلفيه وهو مجمد، وتكون ايديكي سريعة وقتها. ولو حسيتي ان القطعة ما بقتش ماسكة نفسها كفاية، دخليها الفريزر شوية وارجعي كملي مرة تانية. بنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. وبفكرك لو وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، ياريت تحط لايك من ايديك الحلوين، وتشرفيني باشتراكك في القناة، واوعدك انك هتستفيدي معانا جدا. وما تنسيش تفعلي زر الاشتراك على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا بنزله. ودي الكمية المدورة اللي كنا عملناها على شكل برجر، متماسكة وجميلة جدا. وبرضه هنغلفها بنفس الطريقة، وزي ما قلتلك قبل كده لازم تكون القطعة مجمدة متماسكة. ما شاء الله شكلها تحفة وحجمها حلو قوي. الكمية دي عملت لي حوالي 53 قطعة، يعني كمية اللهم بارك كبيرة وموفرة جدا. ولو أولادك مش بيحبوا الحاجة مقرمشة زيادة، ممكن تخلطي بقسماط مطحون أو ناعم مع الكريسبي، فهيكون مقرمش قرمشة وسط. وعلشان تحتفظي بيه هتحطيه في أطباق وترصيه بالشكل ده، وهناخد منه كمية هنقليها، وباقي الكمية هنغلفها بستريتش راب أو بأكياس تلاجة وتدخليها الفريزر. هتقعد معاك الأيام أو لأسابيع وكمان لشهور لو انت عايزة. وقت ما تكون عايزة تسوي منه يبقى هتخرجيه قبلها من الفريزر وتقليه على طول من غير ما تسيبيه يفك منك. احنا هنقليه وهو لسه مجمد. وفي طاسة على النار، أول ما الزيت يسخن هننزل فيها بقطع الدجاج بتاعتنا، وبنقليه على نار وسط مايلة للهادية شوية، يعني ما ينفعش النار تكون عالية قوي ولا هادية قوي علشان يستوي معانا مظبوط. وبعد دقيقة بتقلبيه على الناحية التانية، وحاولي انك تقلبيه اكتر من مرة على كل ناحية شوية علشان يطلع بلون دهبي حلو كده، وكمان نضمن انه استوى مظبوط. بياخد تسوية على النار يعني حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق، وما شاء الله شكله ولونه روعة جدا. وهقلي برضو كم واحدة من القطع المدورة على شكل برجر، وتمشي برضو بنفس الطريقة. وهنا عايزاكي تسمعي القرمشة بتاعته وقد ايه واخد قرمشة ممتازة. ما شاء الله مقرمش وقلبه هش ومفرغ من جواه، مش معجن ولا مكتوم. وهنعمل منه سندوتشات مع حاجة خضرة، ويا سلام بقى لو في شوية كاتشب هيكون ممتاز. وهتقدميه لأولادك للمدرسة بالشكل ده وبألف هنا.